بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أطل عليكم اليوم وأنا أعلم بعد هذه المدة وبعد ما خفت إطلالاتي وفي خضم ما يدور في بلادنا مما لا يخفى على أحد، ولست في وارد الآن شرحه، ولكن في ضوء التدافع الذي يحصل حول موضوع مدة أو متى يجب أن يقوم المؤتمر الوطني العام بتسليم زمام الأمور في البلاد الليبية. كما نعلم جميعا انتخب هذا المؤتمر بموجب الإعلان الدستوري على أساس أن يقوم المؤتمر الوطني العام بتعيين الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور الدائم للبلاد الليبية. ثم ما حدث لا يخفى أيضا على أحد من مقاطعة البعض ثم الوصول إلى اتفاق ليلة 6 من يوليو من شهر 7 أي ليلة الصمت الانتخابي إلى تعديل هذه المادة، وأصبحت بالانتخاب والطعن عليها من قبل هيئات مدنية من هيئات المجتمع المدني في المحكمة العليا. عندما قام المجلس الوطني بتعديل من التعيين إلى الانتخاب لم يقم بتعديل المدد، مما طرح إشكالية هل سيقوم المؤتمر، هل ستلغى المدد ويقوم المؤتمر بالمهمة فقط، أي بمعنى مهما أخذ الوقت من إكمال المهمة، أي أن المؤتمر الوطني العام لا تنتهي مدته حتى يقوم بالاستفتاء على الدستور وانتخاب البرلمان. هذه الفكرة من الواضح أنها لم تلقى استحسانا ولا قبولا عند الكثير من شرائح أبناء شعبنا. وبالرغم من كل ما واجهناه نحن في المؤتمر الوطني العام، لقد سلمت لنا ليبيا على أساس أنها محررة، ثم واجهنا مدنا بالكامل ترفع الأعلام الخضراء، ثم جئنا كليبيون وليبيات سواء قوائم حزبية أو أفراد ومستقلين لتجربة لا نعرف بعضنا بعضا، وتجربة بعد ما يزيد عن نصف قرن، وقلة الخبرة عند الكثيرين منا، مما أدى إلى عدم التجانس في أعمال المؤتمر. هذا إضافة إلى أناس كان بعض سواء بحسن نية أو بغيرها يصور لهم بأنه بمجرد أن يستلم المؤتمر الوطني العام فستتحول طرابلس إلى دبي وبنغازي إلى أبو ظبي. كل هذه الأمور دفعت الناس إلى سواء بحق أو بباطل إلى مجموع ما يزيد عن 258 مرة خلال هذه المدة، ما بين اعتصام ودخول حتى إلى قاعة المؤتمر الداخلية وتعطيل الجلسات، منها مرة واحدة في مرة من المرات احتل المبنى كما يعلم الجميع ولمدة شهر. كل هذه الأمور يستعملها الآن البعض سواء في المؤتمر أو من يرون رأيهم بأن قد يستمر المؤتمر. الآن خوارط الطريق أو خرائط الطريق متعددة ضمن الاتجاهات الثلاثة التالية. اتجاه يرى بالتمديد إلى المؤتمر حتى نهاية 2014 لكي يكمل المؤتمر التسليم إلى البرلمان، واتجاه آخر يدعو إلى انتخاب مؤتمر وطني عام
ويستكمل أعماله مؤتمر وطني عام ثاني، على أن يسلم له المؤتمر الوطني العام الحالي في شهر 8، أي أن المؤتمر الوطني العام الحالي يكمل عامين. أنا لست وأنا الآن أتحدث عن ما قادني إليه اجتهادي وتفكيري بعد الحديث المطول مع الكثيرين من زملائي وإخواني العاملون، سواء في العمل المدني أو العمل السياسي، وخلصت إلى هذه التجربة. أنا لم أقل عن مبادرة أخرى لأنها هي المبادرة التي استلهمت منها مبادرتي، بل لقد بعثت إلى أحد قياداتها وأبديت لهم تأييدي لهذه المبادرة، أعني بها مبادرة 9 نوفمبر، ولقد رأيت فيها نورا أو ضوءا في النفق. لقد سررت جدا بهذا الحراك لأني رأيت فيه الحراك المدني والديمقراطي الصحيح، وزدت ابتهاجا عندما رأيت طريقة تظاهراتهم. كانت مظاهرات سلمية ومدنية، كان الحديث يجري فيها عن صلب الموضوع بدون التعدي على الأشخاص، بدون القذف والشتم، وبدون التحيز للرأي وسماع الرأي الآخر. أنا سألت مبادرتي التي أطرحها، وهي منذ الآن لم تعد مبادرتي، بل هي التي أدعو كل من يريد الخير إلى ليبيا أن يتناولها بعقله وبقلبه وبانفتاح، أي أنه ينسى أن من قدمها صالح جعودة، سواء محبا أو عاشقا أو حتى كارها أو نابذا. المهم هو أن نقود هذه البلاد إلى شاطئ الآمان بنية وتدبير وتخطيط، ثم الانتقال إلى التنفيذ سليمين. وسأشرح أثناء المبادرة لماذا كل خطوة لكي تساعد السامع، ومن هنا كان اختياري حتى مخاطبتكم، في حين أن نص المبادرة كما هي ستجدونها إن شاء رب العالمين مطبوعة بعد هذه الكلمة مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كالتالي: المبادرة: المؤتمر الوطني الحالي يدعو الليبيين والليبيات إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام الثاني وحسب ما جاء بالإعلان الدستوري وبعد التعديلات التالية. لماذا؟ قد يتساءل: ولماذا ليس إلى الفترة الثانية؟ ليس إلى البرلمان الدائم؟ البرلمان الدائم إحدى الاثنتين: إما أن يمدد لهذا المؤتمر، لأنه لا يمكن على الإطلاق على ضوء ما نراه جميعا يحدث في ديمقراطية عتيقة ومجتمع مدني وقوات مسلحة مجهزة برا وبحرا وجوا وقوات أمن ومباحث عامة أعني بها الشقيقة مصر وجهابذة في الدستور وأحزاب قائمة، ونرى هذا التدافع وعدم الاتفاق إلى الآن. وكذلك شقيقة تونس، نسأل الله لهم، لأن كل نجاح لهاتين الثورتين ولرجال هاتين الثورتين مما لا شك فيه يساعد في نجاحنا بإذن الله. إذن فالدستور المدد التي حددها المجلس الوطني كان مددا، سأخذها بحسن نية. هل نظن نحن كليبيون عندما جاء انقلاب سبتمبر 1 سبتمبر 69 المواطنون الآن في ظله هم جد مش حتى أب أو ابن، أعمارهم تفوق 45 سنة، لم يسمعوا بدستورا، لم يمارسوا عملا حزبيا، لم يمارسوا عملا نقابيا، لم تتاح لهم حرية الرأي والتعبير. ثم نأتي لهؤلاء كلهم ونقول لهم في 120 يوم ديروا دستور، في 180 يوم استفتوا عليه. هذا ظلم للهيئة التأسيسية وظلم لأبناء شعبنا الليبي.
من هنا كان لابد للتسليم بفترة انتقالية أخرى لمؤتمر وطني عام آخر. أنا لماذا مع أن تأتي انتخابات أخرى ومؤتمر وطني عام ثاني؟ لكي أضمن التالي: أضمن حرية تداول السلطة وعدم جعلها بادرة في أن يستخدم، حتى ولو كان حقا شرعيا، تستخدم أي جهة منتخبة شرعيا تستخدم التمديد لنفسها لمدة طويلة على حساب تحقيق أمور كما سبق أن قلت، حتى وإن كانت هذه الأمور شرعية ووطنية ودستورية وعلى حق. ثانيا، وهي مهمة جدا في ترسيخ مبدأ تداول السلطة والديمقراطية، ثانيا عندما نخوض انتخابات أخرى الناخب والمترشح كلاهما الآن بعد تجربة مجلس وطني انتقالي معين ثم تجربة مؤتمر وطني عام ومنتخب بما له وما عليه، بالتأكيد أن من سيذهب إلى الصندوق ويختار نائبا له جديدا سيكون قد تدبر أمره وفكر في ما هو مطلوب من الرجل الذي سيحل محل أو القائمة التي ستحل محل القائمة الثالثة. الشيء الآخر، المؤتمر الوطني العام الثاني، نحن حدد المجلس الوطني الانتقالي تسليمنا للبرلمان الدائم والدستور الدائم لكي نقوم بنفس الخطيئة والظلم الأكبر. تخيلوا معي، في ظل هذه الكتائب وفي غياب الجيش المنظم والقوي وفي غياب الشرطة الفاعلة، بل في غياب حتى شرطة مرور تضبط أمن والشوارع وحسن سيرها وتضبط السيارات بدون لوحات، بل في غياب مباحث عامة تستطيع أن تكشف الجريمة قبل وقوعها، نأتي لأولئك المظلومين نقول لهم: هذا هو الدستور الدائم وأنتم انتخبكم الليبيون كبرلمان دائم، تفضلوا. أيها السادة والسيدات، لا ترتكبوا خطيئة وتعطوا لمندوبيكم في فترة دائمة دستورا وتجعلوهم مندوبوكم الدائمين أو مندوبيكم الدائمين بدون أنياب. الدستور حتى وإن كان كاملا والكمال لوجه الله بدون أنياب، الأنياب هو جيش يستطيع أن يردع الخارجين ويحمي السيادة الوطنية ويحمي المنشآت الحيوية ويصون مقدرات البلد، وشرطة وقوات أمن تردع المخالفين ومن تسول له أن يمارس بحسن نية أو بجهالة نظرية التصعيد أو يرفض أن يخلي مؤسسة أو يرفض أن يسلم للمعين بدلا أو يقوم بانتهاكات القانون ومباحث عامة مبنية على أسس وطنية وعقيدة وطنية بعد عقيدة الإسلام تضمن اكتشاف الجريمة قبل وقوعها وتحمي ضباط الأمن الجنائي بالمعلومات وتمدهم، يبقى من الظلم بل من الجرم علينا أن نقول بأننا نريد التسليم لمرحلة دائمة. من هنا كانت المادة الأولى قلت لكم لا بد أن نسلم من أجل الحفاظ على تداول السلطة ومن أجل أن نتعلم جميعنا فكرة الانتخاب واختيار المترشحين غثهم من سمينهم. ومن أجل إرساء هذه الثقافة العامة علينا أن نسلم الآن، ولكن إلى مؤتمر وطني عام ثاني لفترة انتقالية أخرى. التعديلات كالتالي: أن تكون الانتخابات المؤتمر الوطني العام الثاني على أساس فردي، أي أن يكون المترشحين كلهم مستقلون ومستقلات، وتستبدل القوائم الحزبية بقوائم فردية
كتل على أساس وطني، وأن تكون هذه الكتل كتل وطنية على أساس فردي وبدون انتماءات لحزب معين أو لتحالف معين. وتدخل هذه القوائم منافسة لبعضها البعض، وتكون نسب تمثيلها في المؤتمر الثاني على أساس نفس النسب التي عملت بها المفوضية وحسب ما جاء في الإعلان الدستوري. هنا لماذا؟ لكي نختصر المدة ونتخلص من قول إما بحسن نية أو بسوءها من أن المؤتمر يريد التمديد لنفسه أو التمطيط. لأني لو دخلت في عملية دوائر جديدة أو إعادة رسمها أو الجميع يكون على أساس فردي فستتغير التشكيلة بالكامل. وسأعطيكم مثالا بعد قليل. إذن لكي تكون، وهذه هي المادة صدقوني عشناها في الهيئة التأسيسية، هذه هي المادة التي ستقوم عليها التمحور الجهوي والقبلي والعشائري، وسيخوض النواب نقاشا، لا أقول حربا إلى الركب، من أجل تعديل، من أجل تقليص مدة التسليم، يكون القانون كما هو على أساس فردي كما هو. سأعطيكم مثال دائرتنا دائرة بنغازي، 9 على أساس أفراد، تختار فرد من ال9. والقوائم الحزبية كانت التحالف يدخل ب11، العدالة والبناء، حزب الجبهة، حزب الرسالة، هؤلاء مثلا هذه الأحزاب التي دخلت. الآن تستبدل ليس على أحزاب، يأتي عبد الله بن زيد ومعه أصحابه أو مش أصحابه، أناس التقى معهم في هذا العمل الوطني والسياسي منذ ثورة فبراير، ويعرف بأنهم لديهم نفس المبادئ والتوجهات العامة والرؤية نحو مستقبل ليبيا في الفترة الانتقالية الثانية. يعلنوا عن تكتل أو كتلة اسمها مثلا كتلة من أجل ليبيا، كتلة النمو والرفاه، كتلة من أجل المستقبل، كتلة يختاروا لهم اسم وشعار ويعلنوا قائمتهم ويكون برنامجهم الانتخابي لكي نحل مسألة. لأن المسألة الأخرى المعقدة، دائرة بنغازي تختار 9 الصغر، ثم دائرة لابيار، توكرة، سلوك، جمينس تختار مندوب أو مندوبين أهل لابيار لكي لا يغيبوا عن المؤتمر، يكون لهم تمثيلهم لكي لا تأكلهم الكثرة العددية في بنغازي وتحرمهم اختيار مندوبيهم. لكن هناك الكتل التي كانت حزبية، هنا الكتل الوطنية. ستجد الكتلة الوطنية مثلا كتلة ليبيا النخيل، كتلة تجد فيها من سلوك، من جمينس، من لابيار، من توكرة، من طلميثة، من سيدي سويكر، من ثامة، من بلغام البركة، من الصابري، من جليانا، عن كل الصاب وكلها، سيدي حسين، وحدث لفيهات بمختلف أفرعها. تجد كتلة وطنية على أساس فردي، كتلة واحدة، ولكن سيرشحها كما هي المرة الأولى بنغازي الكبرى، كل هذه المناطق. يلتزم كل مترشح سواء في القوائم التي أشرت إليها أو على أساس فردي بالتقديم في دائرته الانتخابية بتعهد مكتوب بأنه إما أن ينتمي أو لا ينتمي لأي حزب عامل الآن، سواء أعلن عن تجميد نفسه أو لم يعلن. كذلك انتماءاته الفكرية، مثلا صالح جعودة يقول أنا ناصري سابق أو أميل إلى الفكر الناصري،
أميل قومي عربي سابق، أو أميل إلى الفكر القومي، أو أميل إلى الأيديولوجية البعثية، أو كنت في الإخوان المسلمون أو في التحرير الإسلامي، أو أنا في السلفية في إحدى مدارس السلف، لكي هذه المرة لكي لا يكون هذه فيها ضمان للناخبين والمترشحين، لكي لا تثور أهل الفتنة يقومون بها والناس تصدقها. فلان لم يقل لنا، ضحكت علينا، انت اخواني ما قلت لناش، انت سلفي ودسيت علينا اللي رشحناك، انت بعثي وانت ماركسي. اقولها لكي من يرشحني عن بينه، ومن لا يعطيني صوته لا يعطيه عن بينه. وأن يكون هذه المرة بدل من أن يجيد القراءة والكتابة فقط، أن يكون حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أي شهادة المعهد الأوسط أو شهادة تقنية تعادل الثانوية العامة. المؤتمر الوطني الثاني أن يسلم السلطة للبرلمان الدائم بعد القيام بالمهمات التالية، أي أنني أريد أن أخفف، لابد أن نتعلم من تجربتنا وأن لا نضيق على من يأتي بعدنا، ونعطيه المهن الحقيقية على ضوء التجارب التي عشناها فيما بيننا وعلى ضوء تجارب أشقائنا. الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم، هذه المهمات، الانتهاء من الإعداد والتشريع وإصدار قانون الأحزاب بناء على الدستور الدائم، أي أنه بعد أن يستفتى على الدستور يقوم المؤتمر الوطني الثاني بإعداد قانون الأحزاب ويصادق عليه ويعين تطبيقه، أي أن انتخابات البرلمان الدائم ستكون بأحزاب منشأة على بناء على دستور دائم استفتى عليه الليبيون والليبيات، ونخوض انتخاباتنا لبرلماننا الدائم على أساس تدخل على أساس إما كمستقل أو كأحزاب كما يحدث في دول أو محيطنا الإقليمي. المهمة الثالثة الاطمئنان والتأكد إلى اكتمال قيام الجيش الليبي وقوات الأمن وحرس الحدود والمنشآت وخفر السواحل والمباحث العامة، والتأكد عمليا من أن كل هذه القوات بالكفاءة المطلوبة للإشراف على أمن البلاد ووحدة اضطرابه وحماية الدستور والبرلمان والدستور الدائم للبلاد، أي أننا لا نقع، هنا أعود أيضا، لا نقع فيما سلمه لنا المجلس الوطني. لقد سلمت إلينا بلاد صحيح نمتلك رئيس أركان ولكن لا جيش لها، وصحيح نمتلك رتب عسكرية مع احترامي الكامل له، ولكن لا يوجد له لا جنود ولا عتاد ولا معدات ولا معسكرات. إذا ما استطينا قوة الصاعقة التي تركها المرحوم بإذن الله عبد الفتاح يونس وضباطه الذين خلفهم، تركنا كتائب صحيح إنهم أبناء ثورتنا، لكن بعد أن انتصرنا أو جميعا غلبت علينا جهوية، غلب علينا التعصب لمناطقنا، غلبت علينا التمحور نحو كتائبنا، ودخلنا في صراعات بعضنا مع بعض، دخلنا في صراعات ضباط الجيش في بعضهم البعض. هناك من أصبح اللواء يدين باسمه ولا يأخذ أوامر من رئاسة الأركان، هناك من أصبح كتيبته تدين بالولاء إليه شخصيا ولا تدين بالولاء
بعد الله، لا إلى رئاسة الأركان ولا إلى وزير الداخلية. رأينا جميعا كل هذه التعديات. لا يجب أن نسلم للفترة الدائمة. على المؤتمر الوطني العام أن يبدأ منذ انتهينا نحن. لدينا قوات تحت التدريب، قوات أكملت تدريبها، الدفاع الجوي والبحري والطيران يعمل، لا أقول كاملا، ولكن يعمل بكفاءة على مستوى 50 و 60%. القوات البرية تدرب وتستكمل بمعداتها. المؤتمر الوطني العام الثاني يستكمل كل هذا، لأن الدستور والبرلمان الدائم ورئيس الدولة القادم إذا لم تكن له أنياب، أنيابه هو قائد عام للقوات المسلحة الليبية يعطي الأوامر فلا ينقلب عليه مرؤوسيه وضباطه، قائد عام للحرس الدولة، حرس الدولة سواء كانت جمهورية أو ملكية أو دولة ليبيا، رئيس الدولة لديه حرسه الخاص الذي لا يجعل أحد يفكر حتى التفكير في أن يتجاوز بوابة قصر الرئاسة لرئيس المنتخب أو يتجاوز ويدخل على أعضاء البرلمان ويأخذ تليفوناتهم ويمزق أوراقهم. عند ذلك نستطيع أن نقول بأننا دخلنا على الوضع الدائم. غير ذلك نكون قد جنينا على أنفسنا وجنينا على بلادنا وأصبحنا من انتقال إلى دائم وهمي، وعندها ستكون الطامة على أبناء شعبنا وعلى مصير بلادنا، أي أننا سنرجع إلى الانتقال مرة أخرى إذا ما استطعنا الرجوع إليه. الدعوة إلى انتخابات بعد الاستفتاء على الدستور والتأكد مما سبق أن قلته، يبقى الدعوة إلى انتخابات نيابية بناء على إصدار قانون الانتخابات، بناء على الدستور الدائم الذي استفتى عليه الليبيون والليبيات، وتحديد موعد الانتخابات، ومن ثم إما بغرفته الواحدة، إما أن يقر دستورنا. ليس لدى ليبيا في دستورها الدائم إلا برلمان واحد مجلس النواب، أو أن يقر الدستور ويستفتي الليبيون ويحددون مجلس للنواب ومجلس للشيوخ. المدة الانتقالية الثانية، هنا بيت القصيد: لكي لا ندخل في عراكنا الآن، ولكي لا يتهم بعضنا البعض، ونكون على بينة قبل أن نذهب إلى صناديق الاقتراع، تكون هذه المهمات أن يكون فترة المؤتمر الوطني العام الثاني فترة لا تتجاوز 3 أعوام، لأنني أنا لم أربط فقط اكتمال، أنا لا أريد، أنا أحبذ فترة طويلة لمناقشة الدستور عبر محاضرات وتخصيص أساتذة الجامعة يسعى لطلابهم والمدرسين الثانوية، علماء في المساجد، ندوات عامة من قبل جمعيات العمل المدني، في النوادي الاجتماعية والرياضية، أعضاء المؤتمر الوطني الثاني يقيموا الندوات، الأمم المتحدة، وكل هذا لكي عندما يذهب فعلا أنا وأنتم لنستفتي نكون فعلا قد استوعبنا هذا الدستور وعرفنا حسناته وعيوبه، عرفنا فعلا عن بينة هل يجب أن نقول نعم أو نقول لا.